مشاركته السياسيه في الاستحقاقات ديالو كنظره ديال القواعد والنظره ديال المجتمع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. سؤال في اطار تيار ديمقراطي، واش كاينه منظور او استراتيجيه لاصلاح هذا الخلل اللي اشكال كبير وكبير جدا وعويص؟ يعني التيار واش عنده واحد استراتيجيه لاصلاح هذا الخلل اللي اكيد حرب ضروس بحال اللي قلتي، حرب ضروس اللي غادي تكون باش نقدروا نجمعوا الشتات اللي كاين وباش نرجعوا. لان الواحد مثال بسيط، واحد الا بغى يمشي للمؤتمر يجي يحط سميتو في الطابلو، يحط سميتو يصوتوا عليه المؤتمرين يصوتوا عليه المناضلين، ما يجيش بالتعيينات. انا قاطعت اتجاهين هنا بالعرايش، ما بحثتش قلت لهم الا تحطت سميه في السبوره يصوتوا علينا ولا ما يصوتوش علينا، حتى التوافق ما باغيينش التوافق بين السبوره هي الديمقراطيه. وهذا هو اللي كيشجعني بانني في الاول بان شكرتك على الصراحه اللي كانت في التعاطي من النتائج. هذا السؤال الاول، هل هناك استراتيجيه اللي غتقدر؟ السؤال الثاني ما غنطولش في هذا باش ما نطيحوش في واحد النوع عاوتاني ديال جوج الاحزاب داخل حزب واحد ماشي تيار. هناك سؤال محدد اعلاميا تسوقت واحد الحدث مهم ديال الاتحاد الاشتراكي، هو الكل لا الوثائق ديال المؤتمر ولا الكل يجمع على بان الاتحاد الاشتراكي باش يكون يرجع القوه ديالو كحزب قوي لابد من تجميع اليسار هو المستقبل ديال المغرب في ظل تنامي تيار محافظ لخطاب تلفزيوني وخطاب برلماني، خطاب وملي كيكون التجمعات ديالو خطاب اخر مخالف بتاتا للخطاب اللي كيعطي التلفزيون، وهو اللي كيعطي واحد الحريه ولا واحد النسبه ديال الاجتياح نقدر نقول. لهذا ما راي التيار في شخصكم في التحالف الاخير؟ هذا التحالف اللي سميته انا شخصيا تحالف رقمي، سي اون كواليسيون نوميريك. الى غدا انا غدا ما نقولها انايا يمكن هذا، الى الحزب العمالي غدا عيط له من بعد ما تمشي ويتغدى يعيط له السمكيره يقول له اجي نعطيك وزاره ولا جوج، كونوا متيقنين بان يقدر يتخلى على التحالف. لهذا ما رايكم في التحالف؟ واضح. شكرا. اخي يوسف